ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن اشرس انواع الكلاب في العالم. بس قبل ما نبتدي لازم نوضح ان اي حيوان في الدنيا عنده نسبة شراسة معينة وممكن يعض في حالة التهديد، زي القطط او حتى العصافير. ولكن معظم الناس مش بتهتم بيهم زي اهتمامهم بالكلاب، وده بسبب حجم الكلاب وقوة عضتها. وعشان كده مش هنتكلم عن الانواع الصغيرة، لانها مش بتشكل تهديد حقيقي على حياة اي شخص، وهنتكلم فقط عن الانواع الكبيرة. ولكن لازم نعرف ان اي كلب في العالم بغض النظر عن نوعه، لو اتربى تربية صحيحة واتدرب طاعة وشراسة وتعرف على البيئة المحيطة من مرحلة الجراوي، هيطلع كلب سوي وغير شرس. ولكن في بعض الانواع بطبيعتها شرسة جدا، وده بسبب تاريخ تهجينها اللي غالبا كان للصيد او مصارعة الكلاب، واللي تم منعه وتحريمه في معظم انحاء العالم. يلا بينا نبتدي. رقم 10، البلدوج الامريكي. كلب ضخم وعضلي، الغرض الأساسي من تهجينه كان الصيد والحراسة، ولذلك ممكن يبقى شرس تجاه الحيوانات اللي ما يعرفهاش. رقم 9، الدوبرمان. كلب حراسة ألماني، طبعه غير اجتماعي، وده بسبب طبيعة تهجينه اللي كانت الحراسة الشخصية فقط، وعشان كده مش كويس مع باقي الحيوانات إلا إذا تم تدريبه من سن صغير. رقم 8، البيتبول الأمريكي. كلب عضلي وعنيد، شراسته مش بتكون تجاه الإنسان في معظم الأوقات، ولكنها أكتر تجاه الحيوانات، وده بسبب تاريخ تهجينه اللي كان لقتال الكلاب التانية. رقم 7، الدوج أرجنتينو. كلب صيد قوي جدا وعضلي، شراسته قليلة تجاه الإنسان ولكنه شرس جدا تجاه الحيوانات، وده بيرجع لأنه كلب صيد بري. رقم 6، البريسا كناريو. كلب حراسة وصيد أسباني، شرس وعنيد، شرس تجاه الحيوانات والإنسان في حالة عدم تدريبه بشكل صحيح. رقم 5، الفيرا برازيليو. كلب صيد وحراسة برازيلي بيتميز بقوة عضته ووزنه التقيل، وعشان كده محتاج تدريب من مربي خبير عشان يطلع سوي. رقم 4، الأوف شاركة أو الكلب القوقازي الروسي. كلب حراسة ضخم وشرس تجاه الغرباء من الإنسان أو الحيوان، وما يحبش غير أصحابه فقط لو ما تمش تدريبه بشكل صحيح. رقم 3، البان دوج. كلب حراسة أمريكي هجين من سلالات البيتبول والبولي، كلب شرس جدا وطاقته عالية وصعب تدريبه إلا من خبير كلاب. رقم 2، التوسا الياباني. كلب شرس جدا بطبعه تجاه الحيوانات التانية، وده بسبب إنه تم تهجينه مخصوص لمصارعة الكلاب، اللي للأسف موجودة في اليابان لحد يومنا الحاضر. رقم 1، البولي كوتا. كلب هندي، أشرس أنواع الكلاب في العالم، وده بسبب تهجينه مخصوص لقتال الكلاب التانية، اللي برضه للأسف بيحصل لحد يومنا الحاضر في الهند وباكستان. كلب عضلي وقوي جدا وعنيد وصعب جدا تدريبه. الغرض من الفيديو ده إن شراسة نوع معين من الكلاب أو كلب معين مش دايما بتكون بسبب الكلب، ولكن أوقات كتير بتكون بسبب المربي والتربية الغلط والبيئة الغلط اللي الكلب نشأ فيها، والغرض من تربيته. معظم الكلاب السوية المتدربة صح ما بتعضش غير في وقت الدفاع عن نفسها أو الدفاع عن صاحبها أو أرضها. معظم الكلاب اللي في الشارع بتعض بسبب الخوف أو الدفاع عن منطقتها، لأن دي طبيعتهم. ولكن الأنواع اللي اتكلمنا عليها النهاردة هي نتاج تهجين الإنسان لأغراض معينة، ولكن طبعها هيختلف تماما مع التربية السليمة وتدريب المكثف. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، ولو عايز تعرف معلومات أكتر عن كل نوع تقدر تلاقي الفيديو بتاعه على القناة. سلام.